حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قبل ما نبدا فيديو المشتريات اللي متعودين عليه كل خميس من عند ماما، معانا قناه جميله قوي 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 بنحبها كلنا، وانا واخواتي مشتركين عندها، ويا ريت كل حبايبنا اللي معانا في القناه يشتركوا عندها. وهي قناه سفرة وفكرة معرومه، او صاحبتها مريم. احنا مريم دي شخصية ما شاء الله عليها، يعني لذيذة وطيوبة وحبوبة، وبتعمل لنا فيديوهات جميلة جدا. عملت لنا كل انواع المخللات، بتنزل لنا المشتريات اللي بتشتريها من اي كارفور او اي هايبر. بتعمل اعادة تدوير جميلة جدا، وعامله لنا فانوس رمضان، وعامله لنا اعادة تدوير بازاز الكنز البيبسي. لا، مريم ما شاء الله عليها جميلة جدا، ويا ريت نشجعها وندخل عندها، وكل اللي يدخل عندها قول لها انا جايلك من عند ام ملك واخواتها. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. حبايب قناة ام ملك، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الخميس، الفيديو المنتظر والاسبوعي من عند ماما. وزي ما انتم شايفين انا اهو سلمت الامانه بتاعت القرص، وماما معجبه بيها، بس احنا صايمين بقى. هي لسه هتدوق، هي معجبه بالشكل بس لسه الطعم. بتقول لي حلوه وارضيتها جميله. وايه تاني؟ وجبنا مكرونه 3 ب10. هي المفروض ب3 بره او ب3.5. هو بيعمل عليها عرض الراجل ده في السوق. تحب اي 3 انواع مكرونه، حوا او اللي هي رويال او الملكه، عنده 3 ب10. البيض مش عارفه الكرتونه بكام، مش فاكره، ب38. الخيار شد تاني بقى ب6. كان الاسبوع اللي فات الكيلو ب5. ولسه كل ما يجي يبدا شم النسيم يهل الحاجه ايه بتغلي. الطماطم طبعا شده تاني، الكيلو ونص بقى ب10. واللي هي المستويه هي لسه فيها اللي هي وردتها دي. وفي المستويه دلوقتي كان الاول 3 ب10 و4 ب10، ما عادش، يقول لك ب5. المستويه بقت ب5. كده معانا الخضار اهو، والبتنجان الاسمر الجميل اللي بيلمع ده طري، تحس بايدك كده بتضغط فيه. الكيلو بقى الكيلو ب5. وطبعا هنا البطاطس، احنا من عشاق البطاطس هنا عند ماما وعندي، عشان كده بجيب. احنا بنيجي ناكل عندها. ما شاء الله 3 ب10. والصغيره اللي هي بتاعت الشيبس واللي بتتحشى ال4. كده خضار، بطاطس، بتنجان، طماطم، خيار، قرص لا بره، والمكرونه. هي الفلفل لسه عندها من الاسبوع اللي فات، انا كنت جايبه لها. هي المره دي المشتريات قليله، عشان ايه؟ ماما لسه عندها من الاسبوع اللي فات. ندخل على الفاكهه. الموز الكيلو ونص ب10. احنا بنجيبه يعني ايه كده مخضره شويه، مسافه ما يعني ايه بتبات تلاقيها اصفرت وبقت جميله. عشان ماما لسه عندها من الاسبوع اللي فات، قلت اما اجيب حته خضره بقى ايه نلحقها لسه الاسبوع الجاي، يعني نجيب الجديد نجيب اخضر تكون دي اصفرت. الكتالوب ب6. وتنقي الخشنه والصغيره. بس يا رب يطلع مسكر. هو بيقولوا العرايش حلو، اما نجرب العرايش بقى ونشوف. وطبعا زي ما انتوا متعودين كل اسبوع مع المشتريات خضار وفاكهه، طبعا في تموين حلويات لازم يبقى عند ماما هنا، عشان ولادي واي حد بيجي لماما تلاقيها لازم معاه اطفال، يعني بترضي العيال وهي ماشيه كده. النوع ده حلو قوي. العلبه دي ب15 فيها 12، وفي علبه تانية فيها 24 ب30. طعمه جميل. احنا بنعمل منتج اهو بنعمل. وطبعا الشمعدان الاولاد طبعا ما بيصبروش عليه زي كل مره، بس برضو ما جبناش الشبح. انا بروح بقى للراجل اللي هو بتاع جمله، بيبيع بقى الحاجات دي ايه، كل حاجه في علب، تلاقي الحاجه معروضه قدامه، وانت الحاجه اللي عايزاها والانواع اللي انت عايزاها بتجيبيها طبعا كده. ومكملين. ودي المشتريات بتاعت عند ماما النهارده، ونشوف النهارده اليوم عند ماما ماشي ازاي. حبايبي، هنا وبنجهز الغدا بتاعنا النهارده عند ماما. دي لحم اي كميه انت عايزاها، احنا هنعملها اللي هو مدفون اللحم. تتبيله بتاعت اللحمه يا حبذا، لو احنا بنتبلينها على بيات يبقى احسن. طماطم وفلفل احمر اللي هو حار، او لو بارد الحسب اللي انت عايزاه. طبعا احنا احمر يعني عشان ما يديش لون مع الطماطم مختلف عنه. وتوم. والبهارات بقى بهارات مشكله، وملح وفلفل وكمون وبودره زعفران وكاري او كركم.
ونص كوبايه زيت، وبنسيبها في التتبيله تشرب منها. دي كده التتبيله اهي، وطبعا حسب كميه اللحمه اللي انت عايزاه. ومعانا هنا البصل، ومعايا الخضار اللي هحطه في الحله، انا هعملها في حله الضغط. اللي معايا بصل، بطاطس، جزر، فلفل، هنحطهم في ارضيه زي ارضيه المحشي كده. قبل ما نحشي هنحط ده ونحط فوق اللحم. يلا نحطه مع بعض في الحله. حبايبي هنا احنا حطينا خلاص الخضار، بطاطس، جزر، فلفل وبصل، ولو في اللي هو القرن الحر ده ممكن نحطه لو حابين يعني الحر. نحط بقى اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم اللحمه بالتتبيله بتاعتها. نحط شويه ميه في الطبق اللي كان فيه، ننزل كل ايه التتبيله. نظبطها بقى كده، نرصها على الخضار، وهنقفلها مده نص ساعه. نقفل الحله مده نص ساعه، وبعدين نفتح نكون احنا طبعا هنسلق. هغسل الرز واسيبه منقوع شويه في ميه دافيه وملح، بس نسوي اللحمه الاول نص ساعه ونشوف ايه بعدها الخطوه اللي بعدها ايه. الريحه ما اقولكوش، ريحه التتبيله جميله. حبايبي هنا اللحمه استوت اهو، اقل من نص ساعه كمان اهي بالسكينه بتتغرز اهي. والصوص بتاعها ده بقى اللي هيسوي الرز. طبعا بتدوقي بقى بعد ما بتفتحي، طبعا بتفتحي البخار الاول يطلع عشان ايه لا قدر الله ما يحصلش اي حاجه. والخضار مستوي اهو كله، والبطاطسايه الجزر مش باينه بقى تحت. طبعا بتدوقي الملح وتشوفيه مظبوط عشان ايه نحط الرز. وطبعا الرز البسمتي اهو معايا ياخد غلوه، مش سوى، هنسلقه بس سلق، ونقوم ايه نحطه مع بعض ايه بقى. انا حاطه شويه ملح وورق لورا شويه، ونقوم حاطينه على ايه على اللحم، ونكمل سواه مع بعض. حبايبي هنا خلاص الرز خد يعني ايه سلقه، مش سوى كامل. وطبعا صفيته وحطيته في على الحله اللي هو ايه على بقيه الخلطه اهو. هنا طبعا معايا كوبايه حاطه فيها بودره زعفران في ميه. هرش على الرز كده عشان يطلع ايه، مع ان انا لما هقلبه هيبقى كله لون واحد. ونغطي ونشوف يعني ايه ربع ساعه كده بقى ايه، واقوم فاتحه ايه عليها ونشوف الرز بعد ما يستوى وكل الاكل هيبقى شكله ايه. حبايبي وده شكل الاكل خلاص بعد ما طلع اهو. الرز فيه حبايه وحبايه، وفي بقى اللي اتقلب في الخلطه مع بعضها بقى كله لونه اصفر. وحطيت اللحمه على الوش. طبعا بنبقى مهديين عشان الارضيه برضو ايه ما تعملش ارضيه ما تتلهفش. وده اللي هو الخضار اللي كان تحت اهو، الجزر والبطاطس والفلفل والبصل. وفي طبعا طالع معاه رز عشان احنا قلبنا كله على بعضه. انا كنت بقى هعمل الصلصه الحاره، بس ما فيش هنا بقى حد يشجع، كانت سند اللي بتشجعني المره اللي فاتت. ده بقى ممكن يتاكل برز او ممكن بعيش عادي او ممكن بالشوكه كده من غير اي حاجه. واللحمه طالعه مستويه وما خدتش اي وقت، جميله فعلا. الحله دي اهي الرز الحبايه وحبايه. واستنونا تاني بقى في فيديوهات تانية في قناه ام ملك واخواتها. طب هما مش سامعين يا اوفا بتقول ايه؟ بنحب حبوك كتير. يلا باي باي يا حبيبي. باي يا حبيبي.